السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم. تعملي ايه يا هند النهاردة؟ هقول لكم اعمل ايه النهاردة حمو قال لنا احنا هنجيبوا رنجة يا ماما. رنجة يا هند، وروان تعبانة عندها برد. رنجة يا ماما. ماشي، قلنا نجيبوا رنجة وبصل عشان خاطر روان تاكل رنجة فالبرد يطلع من عندها ونخلص بقى. ده بقى لها برد، عندها اسبوع عندها برد. فمحمد جاب لي الصبح 15 رغيف ب 15 جنيه. تمام. فطرنا منه وفاضل كام رغيف فمش هيكفي. فانا قلت لا. محمد بيقول لي انزل اجيب ب 20 جنيه عيش تاني. قلت له حرام، يعني احنا نجيب ب 35 جنيه عيش في يوم واحد؟ ليه؟ انا عندي دقيق وعندي رده، انا هعمل حبه عيش. تمام. فراح قال لي خلاص يعني ما تنزلش. قلت له لا ما تنزلش، انا هعمل ايه؟ عيش. استنى بس اشرب بق القهوه. عملتها في المدرسة. لا سيبه. هنا بقى العيش ملوش مقادير. العيش على حسب ما هياخد منك ميه. تمام. الدقيق على حسب ما هياخد منك ميه. انا عامله هنا دقيق ابيض على دقيق اسمر، مش ابيض بس، يعني دقيق ابيض على اسمر. الاسمر يعني ايه؟ اللي هو نخاله القمح. نخاله القمح اللي هي الرده، لا. اسمر يعني ايه؟ اسمر يعني الحبه الكامله، دي الحبه الكامله. تمام. فانا عامله كده ايه، عندي بتاع كيلو او كيلو حبه ابيض على اسمر. تمام. هنحط عليه ايه؟ هحط عليه باكو خميره، حط عليه رشه ملح عشان خاطر السنه، حبه ملح صغننين كده، شايفين كده؟ عشان خاطر السنه. ومعلقه سكر واحده يا اختي، معلقه سكر واحده عشان السكر غالي، بس من بتاعه الاكل كده عشان العيش يطلع. يا سلام. وبس كده، بس كده يا هند، بس كده. وتعجني بميه دافيه. هاتي الميه حبه ونعجن بميه دافيه. ليه نعجن بميه دافيه؟ عشان احنا في الشتاء، فلازم نعجن بميه دافيه عشان العجين يخمر بسرعه. لو في الصيف اعجني بقى بميه من الحنفيه عادي، انما احنا في الشتاء فاعمليها بميه دافيه، بس تكون دافيه مش سخنه قوي. معلش انا كنت لازم اشرب كوبايه القهوه دي عشان افوق كده واصحصح لكم وانا بعمل لكم العيش. لازم اشرب قهوه عدلات، لان عقبال عندكم كده. آه. الاخ محمد كان مطبق من امبارح ما نامش. على فكره السكر انت جايبه بتاع امبارح ده مش حلو، مكلكع. السكر انت لا جايبه لا، واحد عادي عادي، متقلقش جايب لنا منه. كيس سكر بكام؟ ب 50 جنيه. مم. ب 50 ولا 55؟ 50. كيس سكر ب 50 جنيه. وربنا يرحمنا. المهم، ف قمنا الصبح، راح نزل الساعه 8، راح السوق جاب لنا حاجات، وجاب لنا رنجه، وجاب لنا بطاطس، وجاب لنا بتنجان، وجاب لنا حبه حاجات كده حبشتكنات، وجاب لنا فلافل سخنه وعيش. لقيته وانا نايمه بيشمني الفلافل شبه القطط لما بتكون نايمه كده ويشموها الاكل عشان خاطر تقوم. انا قمت على ريحه الفلافل الساعه 9. فطرنا الساعه 11 كنا نايمين تاني الظهر ولسه صاحيين. فقلنا هنعمل بقى اكله سريعه كده، رنجه واعمل جنبها حبه عيش. يلا بلاش رغي كتير عشان احنا رغينا كتير، ونعجن العجين. اعجني ولوكي يا اختي، اعجني بس ما تلوكيش. شايفين؟ هو ده اللك بعينه. هو ده اللك بعينه، بس ما يضرش يعني شغال. الهدوم بتاعتنا والحاجه بتاعتنا عادي، مش في الفرام بيبقوا كده. عادي عادي عادي، بتحصل في احسن عائلات. كده كده بعد ما اعمل العجين ويخمر هقعد انضف الرنجه، هيبقى ريحه زفاره. ولما اخلص خالص هبقى اخد شاور. متى الكوباية دي حطيتها شوية؟ عايزه كوباية سيبها في ده الشرف في شكلها. الاخر. لا لا، سيبها الشرف. بصوا هعجنها واما اخلص هرجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا يا جماعه، بعد ما عملت العجينه، بعد ما عجنتها كويس، اهم حاجه في العجين انك انت تعجنيها كويس. تمام. هسيبها بقى كده ترتاح نص ساعه وهرجع لكم تاني نشوف احنا هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني يا جماعه بعد ما الخميره بعد ما الخميره ايه،
بعد ما العجينه خمرت من اولها كده هنتلخبط. انا الاول بس كده عايزه روان. اول حاجه كده بس حطيتها على الصينيه، حطيت عليها رده ناعمه عشان احط عليها العجينه. تمام. لان انا عايزاه نوعا ما، عايزاه صحي شويه، يعني مش عايزاه ايه ابيض. وانا كده كده حطي دي في الباسكت اللي عندك. وانا كده كده انا عاملاه ابيض على اسمر، يعني مش عاملاه ابيض بس. شايفين بسم الله ما شاء الله العجينه عامله ازاي، خمرت ازاي. نعملها بقى كده عشان خاطر نطلع الهواء اللي فيها. نلمها. اوعى وشك. ناخد بس حته العجينه دي عشان حرام. لمي النعمه، النعمه تلمك يا اختي. حطوا جيبها هنا كده عشان تبوظ. ارجعي ورا عشان انت باينه. بصوا بقى، معلش اصل محمد وروان بيتكلموا مع بعض بالاشاره. بصوا انا بفردها كده ماشي. احط حبه رده كمان عشان دي هفرد عليها العجينه. بصوا ما شاء الله جميله. انا بقى هنا اقطعها كده لقم صغيره لان هي كده كده هتخمر تاني. نكور دول الاول. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك. واحلى من بره. بلا الرغيف بجنيه، بلا الرغيف ب2 جنيه. ده الرغيف اللي هو اللي محمد جايبه لنا ده، اللي هو ابو 5 قروش ده، اللي على البطاقه ب5 قروش. محمد جايب لي الرغيف ب2. والتاني بقى العيش التاني اللي هو الدقيق الابيض ده، الشامي بيقولوا عليه شامي، ب1.5 جنيه. واللي برده زي ده كده، بس طبعا اللي انا عاملاه انضف، ب2 جنيه الرغيف. ليه يعني؟ احنا رحنا فين؟ اهو. اعملي حاجتك في البيت وعيشك في البيت بيطلع احلى من بره. وبعدين البيت اللي فيه عجين فيه بركه، والجو ساقع يعني. يا محلى كده ايه، يا محلى الشتاء وانتي بتعجني في البيت، يبقى ريحه البيت كده عجين وجميل. هو العيش ده مش عاوز رنجه، بس انا قلت زياده على اللي عندي، يعني احنا مش هناكل بيه كله، بس انا قلت احنا هنطلع ايه، هعمل كده حبه عيش عشان خاطر ايه. انا عندي عيش محمد جايب لنا 15 رغيف ب15 جنيه، بس احنا فطرنا منه وفضل بتاع 10 رغيفه. فانا قلت ايه، هعمل كده بكام واحد بحيث ان التاني لو خلص يبقى ده ايه موجود، وهو يقعد عندي كمان ايه للفطار الصبح بدل ما نشتري. انتي بقى براحتك، قطعي لقم كبيره لقم صغيره. ايه لقم دي يا هند؟ انت بلدي قوي، بلدي يوكل. بصوا هتلاقوا واحد كبير واحد صغير عادي يعني. انا مش عامله مقاسات. هو كده كده هيرتاح شويه كمان فهيخمر تاني وهيبقى جميل وتحفه. ليه عاملاه كبير وعاملاه صغير؟ عشان خاطر ايه، عادي يعني، عشان يبقى فيه كبير وفيه صغير. محمد قاعد ورا الكاميرا بيضحك عليا، مش هقول لكم بيعمل ايه. هو عايز يقول لي ان ماما ما بتعملهوش كده، لان مامته ربنا يديها الصحه بتخبز، يعني بيخبزوا عندهم خبيز وكده يعني. ما تاخدي يا روان تستأذنيني، لا اله الا الله. اجي لبابي واحده. بصوا بقى، اعملوه كده اهو. بسرعه بقى بسرعه عشان ما اطولش الفيديو.
انشي بقى، واللي يريحك، عايزاه كبير عايزاه صغير، اللي يريحك اعمليه. بس انا قلت ايه، اعمل كام واحد صغير على كام واحد كبير كده. بس دي صغننه أوي. كام واحد كبير على كام واحد صغير، اللي عايز صغير ياخد، اللي عايز كبير ياخد، يعني فاهمين. المهم الطعم مش المهم الشكل. احنا مش هنبيعه يعني. المهم ان انتي تلفيه كده، تدوريه. بصوا خلصته ماشي. عملت الكميه كلها اهي. هغطيها بقى شويه ترتاح شويه وهرجع لكم. بصوا يا جماعه، بعد ما العجينه ما خمرت، هي مش خمرت، انا سبتها ارتاحت ماشي. هبدا بقى بواحده واحده من اللي انا قرصتها اول واحده، يعني انا ما اخدش من اخر واحده، اخد من اول واحده. تمام. بصوا بقى، انا كنت حاطه عليها فوطه، دي فوطه نضيفه. هاخد بقى كده على حبه الرده ماشي. ليه ما حطيتوش على دقيق، ما فردتوش على دقيق؟ عشان عايزاه صحي يعني اكتر، مش عايزاه ايه ان هو يبقى، يعني مش عايزاه ان هو يبقى كله دقيق، فاهمين. وانا كده كده انا عاملاه بدقيق ابيض على دقيق اصفر. اعمليه بقى كده بالنشابه، ما تفردوش بس على الاخر، عشان خاطر ايه، كل ما هيبقى فيه سمك اكتر كل ما هيفتح، يعني هيتنفخ معاك ان شاء الله اكتر. اهو زي ما انتم شايفين كده. وزي ما قلت لكم انا مش عاملاه كله كبير، انا عاملاه كبير على صغير. بصوا جميل ازاي. واعمل بقى ايه، اخد حبه هنا كده في الصينيه، حبه رده في الصينيه، واحطهم كده ماشي. وهاخد غيره اهو. وهتسويه في الطاسه، مش هتسويه في الفرن. اللي عنده بقى فرن حلو شايف ان هو هيبقى حلو معاه في الفرن يعمله. انا عندي الصراحه، انا جربته قبل كده في الفرن ما كانش حلو وما عجبنيش، فانا هعمله في الطاسه وهيبقى بسرعه ومش هياخد ان شاء الله وقت وهيبقى حلو. بصوا عامل ازاي. هخلص بقى الكميه كلها وارجع لكم. بصوا بقى يا جماعه، بعد ما خلصنا قرصته كله، هحطه بقى كده عشان اخد ايه، اخد من اخر واحد انا عملته، اخده اخبزه. انا هرجعه كله هنا الصينيه. بصوا لا كان هيلزق ازاي، مع اني حاطه عليه رده. فانا هحط كده، احطهم على الصينيه واخد ايه من اخر واحد انا عملته. بصوا شايفين ما شاء الله خمر ازاي. فدولت كده خمرانين، هاخدهم الاول. وبصوا اخد بقى دولت، يلا بينا نطلع نخبزه بقى. شوفي كده الطاسه جايه، قومي بصي في الكاميرا شوفي الطاسه جايه. بصوا يا جماعه، حطيته اهو على النار. اهم حاجه اول ما لازم تكوني عاملاها مثلا يا اما في صينيه عاديه او في حاجه تيفال، بس الافضل في حاجه تيفال، يا اما في حاجه في صينيه عادي. واللي حابب يعمله في الفرن يعمله، او اللي عايز يعمله على البوتاجاز يعمله. بس انا عندي الفرن مش احسن حاجه، فانا قلت اعمله ايه على البوتاجاز من فوق. اهم حاجه ان ما يكونش فيه رده كتير عشان ما تتحرقش، فتخلي العيش شكله مش حلو. تمام. ولما تيجي تعمليه، اول ما يتشمع من تحت اللي بيها الناحيه التانية، السلك هيوقع اللمبر وين. حطي المشترك اعمليه في حاجه. اول ما يتشمع من تحت اللي بيها الناحيه التانية، عشان ما يبقاش ناحيه تبقى خفيفه وناحيه تخينه، فاهمين قصدي.
وان شاء الله هيبقى حلو وهيبقى جميل. بصوا شوفي كده الوان جاي في الكاميرا ان هو بيتنفخ ولا لا. بصوا شايفين، بصوا بيتنفخ ازاي، يعني حاجه كده بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه الرده تتنفخ. تنضفي الطاسه بتاعتك او المقلايه او الصينيه من الرده عشان خاطر ايه ما تحرقش العيش. بصوا عامل ازاي، حاجه كده فاخر من الاخر. ولو ما قبش منك عادي مش مشكله، مش هو ممكن يطلع واحد كده واحد كده عادي، يعني ايه ما تزعيش تقولي لا ده ما قبش فباظ، لا هو ما باظش. والنار او تسخني الطاسه قوي وبعد كده وطشي خليها متوسطه. بصوا ده ما قبش قوي، الاولاني قب قوي بس مش وحش. بصوا هوريكم، بصوا ده انا لسه مطلعاه. بصوا شايفين السخونيه حاجه كده. استنى اقلب ده عشان ما يتحرقش. بصوا بيقب اهو، بس يقب حته وحته لا. شايفين عامل ازاي، حاجه كده طعمه تحفه. انا مدوقتهوش بس بصوا عامل ازاي، حاجه كده قمر 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 قمر. استنى بقى لما ادوق، تحفه. كل الوان دوق، دوقيهم بقى عندك، طعمه تحفه. دوقوا ده ايه، دوقيه. بصوا هو ده ما قبش بس عادي. اهم حاجه بقى ما بين كل واحد وواحد، بصوا دي فوطه نضيفه، دي فوطه مطبخ، ها انا غسلاها عشان محدش يقول لي كده يا تمسحي بالفوطه اللي تمسكي بيها. انا عارفه انتوا هتقولوا ايه. ماشي، لازم تنضفوا كده الطاسه عشان بصوا الرده بتبقى بتتحرق. هوريكم واحد تاني واكمل في الاخر. امسكوا كده. ايه رايك يا حمو؟ جميل. ايه رايك؟ نفضوه كده من الرده احلى من العيش. اه. بصوا بقى اهو، هوريكم ده واكمل انا الباقي مع نفسي. اول ما ياخد كده تشميعه كفايه باين. معلش نسيت ولفيت. بجد طعمه تحفه وريحته تحفه. وبعدين حاجه كده في البيت بتخلي ريحه البيت عجين وخبيز وحاجه كده قمر يعني. طبعا انا عم بعمل العيش، انا عامله هنا ايه، عاملين اكل ايه، عاملين رنجه حط عليها بصل وطحينه وخيار وفلفل رومي وزيت. بصوا عامله ازاي، محمره بطاطس. بس انا هوريكم عشان خاطر ايه العيش. محمره بطاطس ماشي، كيلو ب 16 جنيه صرفه ومكلفه. وبصل ماشي، البصل ابو 40 جنيه الكيلو، نص كيلو اهو عشان تعرفوا ان انا صرفه ومكلفه. والله ربنا يرحمنا. هخلص بقى الكميه كلها وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش. شايفين العيش بيرفع ازاي، بيقب ازاي، جميل جدا. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا عامل ازاي. اهم حاجه عشان يترفع منك ما يكونش مقطوع من الحروف، يعني تكوني بتعمليه بالنشابه ما يكونش متشقق او مقطوع، عشان لو مقطوع مش هيخش له هوا من جوه ومش هيتنفخ. لو هو من الجناب مقفول حلو هيتنفخ معاكي.
شايفين جاي كده يا لولو. بصوا يعني حاجه كده بسم الله ما شاء الله، يعني سبحان الله. شايفين عامل ازاي؟ هرجع اعمل الكميه بقى كلها وارجع لكم. خلصت يا جماعه بقيت كميه العيش زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حاجه كده فاخر من الاخر، جربوها يعجبكم والطعم حكايه. ده غير ان هو بصوا استنى اجيب لكم واحد كده ملدن وحلو. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا عامل ازاي، يا سلام ولا يا ولا. شايفين اتفتح ازاي؟ ده اهو بصوا اتفتح ازاي، حاجه كده جميل جدا بيطلع دخان. بصوا يعني طعمه خرافه. ومفيش واحد في لزق مني كتير عشان المصداقيه طبعا، بس بترجع للعجين. بصوا بترجع يعني للفرده اللي تتفرد من اللي تتقطع منك من الحروف، اعرفي مش هيتفتح معاكي. بصوا عامل ازاي والكميه كلها عامله ازاي. شايفين يعني حاجه كده جميل جدا. هنقوله ايه، كيلو الا ربع دقيق عملته، مش مكمل كيلو. عمل لي كام رغيف. انت بقى هتروحي تجيبي الرغيف ده من بره بكام؟ دلوقتي هتروحي تجيبي بجنيه ونص. تعالي بقى احسبي الكميه هتلاقي عمل معاكي اكتر من كده. اعمليه في بيتك جميل جدا وموفر. وبعدين البيت اللي فيه عجين فيه خير وبركه. جربوه. وده كان غدانا النهارده. عاملين غدا ايه؟ عاملين رنجه طماطم وطحينه وبصل ومش عارفه ايه تاني مش فاكره. المهم ان انا عامله سلطه رنجه وبطاطس محمره وبصل عشان خاطر نطلع بقى البرد اللي عندنا ده، عشان احنا كده بقالنا كتير عندنا برد. فده كان غدانا النهارده. يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده نال اعجابكم. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والكومنت وتشتركوا في القناه. ولو اول مره تشوفيني ولسه جديده عندي في القناه، يا ريت تاخدي لي الجوله في القناه وتقولي لي ايه رايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.